هو السول ميت أو توأم الروح دي حقيقة فعلا موجودة ولا كدبة جبناها على نفسنا وصدقناها؟ فكرة توأم الروح دي أكذوبة كبيرة جدا وفيها ظلم كبير قوي للبنت. البنت تفضل عايشة طول عمرها بتدور على توأم الروح أو فارس الأحلام اللي هيكملها ويسعد أوقاتها ويلبي أمنياتها ويعيشها سعادة فظيعة جدا ومش هتلاقي زيه أبدا، لأن هو ده الشخص اللي ينطبق عليه كل المواصفات. وبعد ما تلاقيه وتتعلق بيه وطبعا هتختاره بقلبها مش بعقلها، فتدخل طبعا دخلة الولهانة اللي مش هتلاقي زيه وتطنش كل الريد فلاجز اللي ممكن تشوفها وتلاقيها في حياتك. ليه؟ عشان هو السول ميت. طبيعي. اقول لكم كمان موضوع توأم الروح ده ممكن يعطل في ايه. الست اللي جوزها توفى وجوزها الحقيقي كان كويس جدا معاها، ولكن هي دلوقتي عندها احتياج انها تتجوز تاني. هل بقى هي تدور على سول ميت تاني؟ ما هو مفيش غير سول ميت واحد، ما احنا اتفقنا توأم الروح مفيش زيه تاني. طب هي المفروض تعمل ايه؟ تقبل بأي حد وخلاص لأن مفيش سول ميت تاني؟ طب واللي السول ميت داس عليها وسابها قبل الفرح بأسبوع وبلغ فرار، هل هي المفروض بقى تعيش راهبة؟ ما هو أصل إذا كان السول ميت عمل فيها كده ما بالك بالناس العادية هيعملوا فيها إيه؟ بلاش نحط الناس في براويز مش صح ونحط عليهم ليبل ممكن يأذينا قبل ما يأذيهم هم، عشان نعرف نقيم علاقتنا بيهم صح وما نتعبش ولا في القرب منهم ولا في البعد عنهم. بس كده.